السلام عليكم البنات، كي صبحتوا؟ لاباس؟ ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن الاحوال يا رب. كما راكم تلاحظوا اليوم يعني فيديو، انا دخلت هكا الفيديو بدون بدون مقدمه. يعني انا ما حبيتش هكا حبيت نشارك معكم الفيديو على غفر. يعني انا كنت غادي نرد الفطور، قلت علاش لا ما نشاركش مع المتابعين تاعي. يعني اليوم الصباحي تاع يوم الجمعه، واش غادي نحضر ان شاء الله. انا حابه هنايا نحضر كما راكم تشوفوا عندي الخرشف هذا هو الموسم تاعها، والاغلبيه تاع الناس يعني يحبوها. وانا ننصحكم بالاكل تاع الخرشف لانه فوائد عظيمه جدا ما شاء الله. يعني هذا الخرشف فيها فوائد عظيمه جدا كما قلت لكم، وحبيت نشارك معكم هذا الفيديو يعني ونحكيو مع بعض على كيفاش تفوتوا يوم الجمعة وكيفاش يعني يكون اليوم تاعكم. ان شاء الله جمعة مباركة على الجميع. هنايا كما قلت لكم انني غادي نقي الخرشف، حابه ندير يعني طاجين تاع الخرشف مع البطاطا، يعني بدون لحوم. حبيت يكون فقط خضروات يعني نباتي هاد الطبق، من بعد شويه على اللحوم ولا يعني الدجاج ولا. وايضا نتمنى ان شاء الله تقبلوا على هذا الفيديو. نبداو على بركه الله ان شاء الله. انا نحي هذا الراس يعني كما هكا باش نقيه. كما تعرفوا كاين بزاف اللي يبغي هذا الراس كما هكا، من بعد نخليوه في الاخير نقيه في الاخير. دوك نمد لكم ان شاء الله تدبيره كما عودتكم دائما كيفاش يعني انا غادي نقي الخرشف تاعي باش نحضرها الان. انا طبعا مانيش غادي نحضر كامل هذا الخضر بزاف كما راكم تلاحظوا، يعني كبير ما شاء الله هذا الخرشف كبير. وانا العائله تاعي صغيره كما تعرفوا. انا دوك ان شاء الله كما قلت لكم نقي الخرشف تاعي على قسمه نطيب دروب، وان شاء الله نوريكم التدبيره اللي يحب يخزنها يعني في الفريجيدار من التحت، بقى معكم مده طويله، مده يعني اسبوع او اكثر بلا ما تخسر معاكم. هنايا نقيو الخرشف تاعنا، نحيو داك الخيوط وكلشي، واذا كانت يعني كبيره يعني شايخه ترميوها، ما تعملوش اللي تكون يعني شايخه. ان شاء الله هذا الفيديو يكون يعجبكم وتستافدوا منه، يعني على الرغم من البساطه تاعو. انا دائما نحب البساطه. فقط اذا كنت اول مره تشاهدوا القناه ان شاء الله تبخلش عليا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بكل جديد من الفيديوهات تاعي، وتضغطوا ايضا على اللايك يعني الاعجاب بالفيديو، وهكا باش تكبر القناه. انا كما قلت لكم القناه تاعي ان شاء الله تكبر بكم ومعاكم. واللي يعني محتاج ايضا انا ايضا راح يعني ايضا نرد الواجب تاعي طبعا كما راكم تلاحظوا. نقيوها هكا من الداخل بهذه الطريقه. انا غادي نقصيتها هكا صغيره خاطر جاتني كبيره، وفي نفس الوقت هنايا الماء تاعي كما راكم تشوفوا كنت درت الماء ودرت عصرت هاد نصف ليمونه في هذا الماء باش ما تكحلناش. كما تعرفوا هذا الخرشوف يعني هذا الفول وهذا الصوالح كل شيء يعني كحالو مباشره، ولا تفاح يعني التفاح يتاكسد نديروا له الليم او الليمون باش ما يتاكسدش معكم. ما شاء الله الخرشوف راه ما شاء الله يعني وقتها ان شاء الله كما قلت لكم تاكلوا منا يعني في هذه الفتره، لخاطر الفوائد تاعها عظيمه جدا، خصوصا لاصحاب المراره اللي يكون عندهم المراره ولا يكونوا دايرين عمليه تاع المراره، نزع المراره يعني تصلح لهم هذا الخرشوف، لان المراره هي اللي تصفي الكبد كما تعرفوا. من بعد ما ينحيو اصحاب المراره يعني يديروا العمليه الجراحيه المراره، تبقى لهم المراره يعني هي اللي تكون تصفي الدم كامل، يعني ما تحش عندهم. هنا كما راكم تلاحظوا ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن الاحوال يا ربي. كاش راكم مع هذا البرد، حنا عندنا البرد ما شاء الله، لكن الشتا ما كانش الله يرحمنا. يعني راه كاين البرد ما شاء الله، البرد راه عندنا بصح المطر لا. نتمنى ان شاء الله رب العالمين يرحمنا برحمته الواسعه. هنا نقي الخرشف تاعي هنا كما قلت لكم. انا نرحب بالمشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناه، ونحب نشكر ايضا المشتركين اللي دخلوا عندي، نشكرهم شكر خاص.
هكا نحيو هاد الخرشف يعني بهاد الطريقه نقيوها، يعني تقدر تبان كي اللي بيضه بصح حنا نحيو لهذاك الخيط هما اللي ما يجيوش ملاح في الطياب. كما قلت لكم الا كانت الخرشف عندكم يعني شايخه يعني شارفه ولا كبيره ما ديروهاش. انا نكمل نقي الخرشف تاعي باش ما يجيكمش الفيديو طويل، ونعاود نرجع معكم ان شاء الله باش نوريكم كيفاش نكمل الفيديو. بقاو معاي وما تنساونيش باللايك والاشتراك في القناه، وتشاركوا الفيديو مع الاهل والاحباب، تشاركوا القناه مع الاهل والاحباب باش يتعرفوا اكثر على القناه، وما تبخلوش عليا ايضا باللايك. وايضا لا تنسوا الصلاه والسلام على خير الانام محمد عليه افضل الصلاه والسلام، خصوصا يوم الجمعه. اللهم يا رب صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. انا كما راكم تشوفوا البنات هنايا غسلت الخرشف تاعي كما راكم تلاحظوا مغسله جيدا. كما راكم تشوفوا تبقى بيضه يعني هنا القلب ايضا هذاك الراس او نقيته كما راكم تلاحظوا بهذه الطريقه وفرغته من الداخل. انا نقيته جيدا. دوك نقسمه على اثنين خاطر جاني كبير كما راكم تلاحظوا. هنايا هو الخرشف تاعي بقات يعني في اللون تاعها ما كحالتناش كي درت لليل، يعني خص ضروري انكم تغسلوها بالليل باش كي هذا ما تكحلش معكم. انا في نفس الوقت راني دايره الماء فوق النار يغلي باش نحط فيها هذا الخرشف. البنات كما قلت لكم هو الماء يغلي هنايا درتو كما هكا بهذه الطريقه، درت الملس الماء يغلي. وهنا هاوني الخرشف تاعنا بقات بيضاء ما شاء الله. انا الراس تاعي كنت قسمته الى 4 خاطرش جاني كبير بهذه الطريقه كما تلاحظوا. هنا في هذه المرحله كيكون الماء طابخ يعني كي تشوفوه يغلي ديروا فيه الخرشف تاعكم وتخليوها تغلي. كاين ايضا انا مرات يعني ندير الخرشف تاعي مع المرقه مباشره، بصح كاين يعني كي نحب نطيب الخرشف تاعي في الكوكوط يعني نرميها مباشره يعني نطبخها مباشره مع البطاطا والدجاج ولا لا، بصح كي نجي نطيبها في الكوكوط ما نطبخهاش هكا يعني نرميها مباشره في الطياب. بصح انا دروك راني غاديه يعني نطيبها في كاسرونه البطاطا وتخاف الخرشف تاعنا ما تطيبليش مليح، يعني نغليها نصف غليه هنا في النار في الماء كما هكا نصف غليه ماشي تطيب بزاف. ومن بعد ما طيب كي يعني نمرق على البطاطا نتاعي نرجع نرمي الخرشف في البطاطا. فهمتوني؟ يعني كاين اللي هذه مباشره نديرها في الكوكوط مع البطاطا. البنات هنا رجعت معكم كي درنا الخرشف تاعنا اللي نطيبوا بها البطاطا دروك. الفطور تاعنا اللي نديروه دروك رديتها طيب قدامكم كما لاحظتوا. وهذه اللي تبقات لي يعني غادي ما نطبخهاش خاطر كما تعرفوا الخرشف ما شاء الله تجي زاكيه بزاف، يعني نخبيوها في يعني من الاسفل نديروها من الاسفل يعني في الثلاجه. ما غاديش نخسر معكم وغادي نوريكم تدبيره اخرى ان شاء الله في فيديو اخر كيفاش تحتفظوا بها يعني على برا، وإلا حبيتوا تخزنوها يعني في المجمد ان شاء الله لشهر رمضان المبارك. هنا باش نختصروا الوقت يعني هنا تجيب انبواط يعني كما هكا انبواط بالمغلقه كما هكا نحتاجوها هكا ولا في الكيس يعني ولا في اكياس، لكن هذه تكون يعني خير. بدي ما نقفش الخرشف تاعنا كما قبيل يعني بالخيطان، لا نقسموها هكا يعني ما نخليوها بها بالخيط تاعها فقط. نحيو لها هذا الورق هذا القشر نحيوهم يعني ونخليوهم بهذه الطريقه يعني ما تنظفوها ما تغسلوهاش، الا غسلتوها غادي تخسر معكم. واذا نقيتوها ايضا بداك الخيطان كما بقيناها من الاول عاد غادي تخسر معكم، يعني تخلفتوها بهذه الطريقه هكا. هاد الطريقه تضمن لكم يعني ما تنحيولاش هذا لا نحيولاش يعني نخليوه لخاطر غادي يكحل معكم وما كي طيبوها خطره اخرى ما تجيكمش مليحه. انا نخليها بهذه الطريقه نحيولها فقط القشور بهذه الطريقه. هذه هي التدبيره تاعنا تاع نهار اليوم ان شاء الله بهذه الطريقه. هاد الطريقه يعني مجربه على امهاتنا
يعني انا الام تاعي كدير هكا، يعني تبقى كيما راها ما تخسرش. بهذه الطريقه نكمل ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. هنا البنات كما راكم تشوفوا الخرش تاعنا بدا يدخل، يعني هاي طابت. الان نضيف لها شويه د الملح، يعني نملحوها لخاطر ما كثرش فيها الملح، خاطر غادي نديروها مع البطاطا المرقه. المرقه رانا ملحينها، حنا نخليوها. هنا هذه البطاطا تاعنا نخلي فيها كما راكم تشوفوا. هنا عندي البطاطا والبصله والتوابل، الملح والفلفل الاحمر والزعفران والكمون، سكينجبير هنايا درتهم وقليتها كما راكم تلاحظوا. نقلي فيها كي تقلى جيدا. انا قليت البطاطا تاعي مليح، نمرقها بالماء، نمرقو نديرو الماء مع الطرف، يعني ما نديروهاش كويس، نديرو في الطرف بهذه الطريقه. ما نكثروش الماء المرق. تغلي الغليه، نستناو المرقه تاعنا تغلي غليه. كي بدي بالغليان تغلي ونزيدو فيها هذاك الخرشف ان شاء الله. البطاطا بعد ما طابت الخرشف تاعنا هاهي طايبه كما راكم تشوفوا ما شاء الله. نصفيها ونديرها مع البطاطا. يعني ما شاء الله الخرشف تاعنا التالي ما شاء الله فتيه طيب فيه الساعه. انا كنت حابه نطيبها نص طياب ونديرها مع البطاطا، لكن جبرتها طابت ما شاء الله مداك فتيه. هنا هذا الماء تاع الخرشف ايضا نضيفو بالقليل كما هكا، نخليوها طيب تجمر. كما راكم تلاحظوا هنايا كملت الطبق تاعي. هنا كنت بعد ما صفيت الخرشف ودرتها مع البطاطا درت عليها حبه الطماطم وملعقه صغيره تاع نصف ملعقه كبيره تاع الطماطم مصبره، وخليتها تتجمر كما راكم تلاحظوا، يعني تجي روعه ما شاء الله. هنا نخلي الطبق تاعنا يزيد يجمر شويه لمده 5 دقائق ومن بعد نطفي عليه.